جماعه انا قررت النهارده ان انا اصور لكم حلقه اول دور، لان البروبس اللي احنا هنتكلم عليها بروبس اقدر استخدمها سواء في التصوير الفوتوغرافي او في تصوير الفيديو، وبتكون حلوه جدا في التصوير اللي لو انا بصور الصبح او لو انا بصور استوديو او لو انا بصور تصوير ليل. حلقه النهارده عن بروبس جامد جدا خاص بالتصوير الفوتوغرافي او تصوير الفيديو. ربيع ستور هو سبونسر الحلقه دي، اللي هيقدر يوفر لكم اي بروبس خاصه بالتصوير او معدات التصوير، ولو في حاجه انت محتاجها موجوده مثلا اونلاين لكن مش موجوده في مصر تقدر تطلبها منه وهو هيقدر يوفرها لك. ما تنسوش الحلقه اللي فاتت اللي كانت بتتكلم عن البريسيتس بتاعه التصوير، لكم خصم 30% تكونوا واخدين بس سكرين شوت من الفيديو وعاملين لنا سبسكرايب. ما تنسوش تروحوا تشوفوها. البروبس دي هي البريزم بتاعه التصوير، بتكون حلوه جدا جدا، بتغير لي التصوير بتاعي تقريبا 180 درجه، لان هي بتديني فلير او افكت طبيعي اقدر ان انا اضيفه بالاديت، لكن بيكون طبعا لو انا حاطه طبيعي بيكون احسن كتير. العلبه جواها الباكج دي، الشنطه محترمه جدا. معايا اول حاجه الاستراب بتاعه الشنطه، وجواها 3 اشكال من البريزم. البريزم ده هو اللي بيعكس لي اللون الابيض ل7 الالوان بتوع قوس قزح، وبعدين اقدر استخدمه ان انا يديني الايفكت بتاعي او الفلير على الوش لو انا بصور بورتريه او لو انا بصور ويدنج، فالموضوع بيكون مختلف جدا. تعالوا نشوف كده تاثير كل واحد. اول واحد ده شكل بق السمكه او بيسموه الفش، ممكن استعمله كده او بالعكس. عايزه اقول لكم كمان ان في مقبض كده في البريزم بتاعي عشان اقدر امسكه. في ناس بتقول ان هو ممكن يكون كده تقيل او ان انا مش هقدر استعمله مده كبيره، لكن الحقيقه ان المفروض ان هي الحاجه من ازاز، فهو لازم يعمل لك اطار عشان يحميها، وفي نفس الوقت لازم يخليك مكان تمسك منه، لان من غير دي فانت مضطر تمسك الحاجه كده، فطبعا ايدك هتلمسها مش هينفع. او حتى لو الشكل ده مصمت ما فيهوش ايدك، فبرضه الموضوع مش هيبقى مريح ان انا افضل ماسك الحاجه كده. بالعكس يعني كده اسهل بكتير، حتى ان انا اقلب البريزم سواء كده او كده هيكون تاثيره سريع. تاني واحد عندي الشكل ده، وتالت شكل عندي والاخير اللي هو ده. طيب هل في طريقه معينه عشان استخدم البريزم ده او رولز معينه؟ لا، انت بتستخدمه بالشكل اللي يريحك، سواء ان انا هحركه بالشكل ده هيكون ده اللي باصص للكاميرا او العكس، او ان انا بفضل احركه كده عشان يديني الايفكت اللي انا عايزه لحد ما اكون راضي عن النتيجه. مفيش رولز معينه، بس هي بالممارسه انت هتاخد الشكل اللي انت عايزه او اللي بيعجبك اكتر. يفضل وانا بصور بالبريزم ان انا استخدم المانوال فوكس عشان اقدر انقل الفوكس براحتي، ده هيكون افضل لي وان انا هقدر اطلع نتيجه احسن سواء في الفيديو او في الفوتو. فيلا بينا نشوف تاثيره في الصور. يفضل ان انت بس تكون مركز لو انت بتصور في ضوء الشمس، ان يكون الضوء المتركز على البريزم ما يكونش في وش الشخص اللي انت بتصوره، عشان ده هيكون مضايقه فمش هيكون مرتاح اثناء التصوير. ليكوا خصم 30% على البريسيت لو شفتوا الفيديو ده، ولو عاملين سبسكرايب للقناه، وليكوا خصم شحن مجاني على اي منتج هتطلبوه لو واخدين سكرين شوت من الفيديو ده. وبكده حلقتنا خلصت، يا رب تكون عجبتكم وتكون النتائج كمان وصلت لكم. البريزم ده يقدر يعمل ايه؟ هسيب لكم لينكاتي الخاصه بيا او لينكات ربيع ستور في الديسكربشن. ما تنسوش تعملوا لي فولو وسبسكرايب سواء انستجرام او فيسبوك، وما تنسوش كمان تتابعوا ربيع ستور عشان هتلاقوا عنده منتجات جديده من اي مكان. كمان عامل حاجه جامده جدا ان انت ممكن تطلب منتج مش موجود في مصر او حتى يكون مش متوفر عنده وهو يقدر يجيبه لك بطريقته. يومكم مبارك.